اسمعني كويس. أنا حاسة إن حياتك اليومين دول مش ثابتة. في حاجات كتير بتتغير بسرعة. and 8 يوم فوق ويوم تحت، ومش عارف تمسك نفسك فين. بس عايزة أقولك حاجة مهمة جدا. ده مش عقاب، دي مرحلة انتقال. مرحلة ربنا بيختبرك فيها علشان يطلع منك النسخة الأقوى. الكروت بتقول إنك مريت بأيام صعبة. خسرت ناس، وخيبت أمل في ناس تانية، وحسيت إنك لوحدك وسط الزحمة. بس الحقيقة، الكون بيهيئك علشان تبدأ فصل جديد في حياتك. فصل فيه استقرار وسلام ونجاح كنت بتحلم بيه. شايفة إن في باب هيتفتح قريب جدا، باب رزق أو فرصة أو حب حقيقي. بس المفتاح في إيدك. ما تستسلمش. خد بالك، الناس اللي حواليك مش كلهم بيتمنوا لك الخير. في عيون شايفاك ومش قادرة تستحمل نورك. عشان كده مهم جدا تحمي نفسك كل يوم. اغسل إيدك بملح ومية، وشغل بخور بسيط في البيت، وقول من قلبك: أنا محمي بنور ربي، وما فيش طاقة تقدر تأذيني. شايفة كمان إن في خطوة كبيرة جاية. يمكن تسافر، يمكن تغير شغلك، يمكن تبدأ من بس هتنجح. الكروت بتطمنك. انت داخل على مرحلة فيها استقرار، إنسبلير. بس لازم تثق في نفسك، وفي صوتك الداخلي اللي بيقولك كمل. اسمعني كويس تاني. الأيام دي يمكن تكون صعبة، بس هي آخر اختبار قبل النقلة الكبيرة. ما توقفش. خليكي واثق، خليكي ثابت، لأن اللي جاي ليك أجمل بكتير من اللي راح منك.